هو ايه الكوده اللي مخلي شركه انفيديا متربعه عرش سوق قيمته تقريبا 100 مليار دولار ومحتفظه بنصيب الاسد 90% من حجم السوق ده ومش سامحه لاي شركه تزحزحها او تاكل منها؟ هنرد على ده بحسب الكتاب الجديد اللي صدر السنه دي واللي بيتكلم عن شركه انفيديا، كتاب ذا ثينكينج ماشين. عشان نفهم محتاجين نفهم الاول هو ايه الفرق ما بين الجي بي يو اللي بتعمله انفيديا والسي بي يو اللي بتعمله انتل. مؤسس انتل جوردون مور قال سنه 1965 مقولته الشهيره مورز لو، واللي بتقول ان عدد الترانزستورات على الشيب الواحده هيتضاعف كل من 18 ل 24 شهر. يعني المعالجه في الكمبيوترات هتبقى بتتضاعف تقريبا كل سنتين. وفعلا الترانزستورات بقت اصغر وبقت اقوى لحد لما المعالج وصل لقوه غير مسبوقه، وده كان الفاليو اللي قدمته انتل للسوق. تسكت انفيديا؟ ما تسكتش. في اواخر التسعينات بقى باين ان قانون مور تقريبا كده ابتدى يقرب من نهايته. المعالجات وصلت لقمتها في القوه وبقى صعب عليها جدا انها تقعد تصغر اكتر من كده. ساعتها انفيديا فكرت بشكل مختلف. بدل ما يبقى عندك كور واحد قوي زي دكتور الجامعه، ليه ما تخليش عندك 100 طالب شاطرين يقتسموا الشغل؟ وهنا طلعت فكره الباراليليزم، كورز ابسط بس كتير والمعادلات تتوزع عليهم بالتوازي. اصل مش كل الحياه محتاجه معادلات صعبه طول الوقت تتحل. اوقات كل اللي انت بتبقى محتاجه معادله واحده حلها يتكرر كتير، زي مثلا انك تضاعف بيكسل عشان ترسم صوره، او زي مثلا انك تضاعف نيورون عشان تكون نيورال نتورك لاير او عقل الذكاء الصناعي. ففكره التوازي دي كانت الحل المثالي لتسريع رسم الجرافيكس، واللي بعد كده فتح الباب لتسريع تعليم الذكاء الصناعي او الماشين ليرنينج. طب فين يجي كودا؟ في 2006 مع الجي بي يو جي فورس 8800 انفيديا اطلقت كودا، بلاتفورم شبيه بلغه السي بيسمح للمبرمجين انهم يعملوا حاجه اسمها جي بي يو او جنرال بيربس جي بي يو او الجي بي يو ذو الاستخدام العام. انهم يستخدموا مبدا التوازي مش بس للجرافيكس لكن لاي تطبيقات. في البدايه الناس استهزأت بالاستثمار ده لحد لما باحثين استخدموه وطبقوا بيه نظريه الديب ليرنينج. وهنا قامت القنبله. اي حد عايز يشتغل اي اي بقى لازم يشتري جي بي يو من انفيديا. شركات منافسه كتير بقى ومنهم شركه اي ام دي ما دخلتش بنفس القوه بتوفير بلاتفورم مشابه غير في 2016، يعني بعد 10 سنين كامله من لما انفيديا كانت قدمت للسوق كودا. لكن ليه رغم محاوله دخول المنافسين في السوق ببلاتفورم مشابه لسه انفيديا مسيطره على السوق؟ لان فوق كودا البلاتفورم اللي بقاله 10 سنين اتبنت مكتبات جاهزه كتير زي كادن وتنسور فلو وباي تورش، المكتبات اللي بتساعد في تمرين الذكاء الصناعي بسهوله بدل ما حد يبتدي يبني كل الكلام ده من الاول. فبقى اي باحث او مطور بيستسهل ويجيب الجي بي يو من انفيديا من بابه. الدرس المستفاد: استثمر في القيمه حتى لو شكلها مش جذاب النهارده، لان الاستثمار بعد ما الحاجه تبقى موضه عاده بيبقى متاخر جدا. هل انت بقى جربت الكوده قبل كده او عاصرت وقت ما جي فورس 8800 طلع؟ قول لي في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبك الفيديو ده. باي.